كابتن محسن، يعني بعد ما شفنا الاسماعيلي امام هارتلاند، هل في فوارق فنيه بينه وبين انبي ولا العكس صحيح، ولا انبي النهارده هيظهر عن وجه جديد بعد ما كانت بدايته ايضا موفقه بفوز حتى وان كان صعب؟ نقول تشكيلته وراي كابتن محسن في تشكيله انبي. يعني احنا تعودنا ان لقاء الفريقين دايما بيكون فيه نديه وقوه، والفريقين من الفرق اللي هي تعد من المنافسين على بطوله الدوري بغض النظر عن المستوى اللي ظهر بيه انبي الموسم الماضي، لان دي حاجه استثنائيه. هذا الهبوط والابتعاد عن القمه دي حاله استثنائيه. السنه دي دعم صفوفه ومعظم تدعيماته من الشقيق الاصغر بتروجيت، وقدر ان هو يحل مشاكل كتيره. يعني انبي كان عنده مشاكل اداريه الموسم الماضي، غير ثلاث اجهزه، لكن برضه كان في عنده مشاكل فنيه وانهى الموسم الثامن كابتن محسن. هو حقق فوز في المباراه الاولى وحصل 3 نقاط على الجونه، ودي طبعا نتيجه فوق قاتل وهدف يعني هديه من السماء زي ما بيقولوا يعني. وبالتالي فهو يامل ان هو يستمر. اوف سايد، ما ترجعها لنا تاني يا رضا من فضلك، عاوزين نشوفها تاني. احنا اول مره نشوفها. لا جاي من ورا. لا اللي هناك. ايوه من هنا. ايوه ثانيه واحده اهي. اهي. لا بس ما جاتش لده يا كابتن، هو جات لاحمد العبزار لسه لما تيجي لغايه العرض هي جات لي اللي هناك. هو لسه الوضع اهو كده اهو. طيب الكره اهي في اهو اهي. جاي من ورا. فيها اول مره نشوفها. مش كرة الجول نفسها بتاعت احمد العبزار، لا الكرة بتاعت وليد سليمان. وليد كان فيها شك كبير. ما علينا. تعقيبا على كلام الكابتن علي بالنسبه للبوزيشن بتاع خيري، هل هو ليبرو او هو قلب دفاع؟ اهي كابتن رضا مصمم يجيبها لنا تاني اهي. كابتن من قبل شويه، كمان دي اولها اهي. ساعة لعب الكورة كان في موقف تساؤل. حتى لو ما لمسهاش كان جاي يا اسامه. سامعك انا سامعك يا اسامه. انت امباوي ولا ايه؟ سيد. اتفضل سيد. فوضع خيري امام قلبي الدفاع هيناسب الطريقه والتشكيل اللي بيلعب فيه فريق انبي، لانه احنا عارفين ان وليد سليمان المنضم حديثا من بتروجيت لانبي مش راس حربه واضح، هو لاعب حر بلاي ميكر، عنده كل الحلول الفرديه المهاريه، ينقصه بس القوه الجسمانيه والسرعه، الا انه لاعب مهاري ولماع وعنده قدره على صنع الاهداف واستغلال الفرص، وبالتالي فوجود شادي ومعتصم يكفي، لانه هيقابله احمد عبد الظاهر كراس حربه واضح. يبقى من يراقب وليد، يبقى دي اعتقد تعليمات فوتا للاعبين انه وليد هيراقبه اللي موجود في مكانته. غالبا يا عمرو السوليه احمد خيري، لانه مش لاعب ثابت. وليد سليمان ممكن تلاقيه في الجبهه اليسرى، ممكن تلاقيه في الجبهه اليمنى، ممكن تلاقيه تحت خط ال 18، وبالتالي صعب انك تكلف لاعب بمراقبته في اي مكان في الملعب. انما كابتن محسن انا يعني يظهر لي من تشكيل فرقتين ان في تدعيم لوسط الملعب، يعني النهارده معركه وسط ملعب واضحه بشكل واضح، يعني في 5 لاعبين في وسط الملعب. ده الكلام اللي احنا قلناه في الاول، ده الخوف. وبالتالي فانت بتسحب واحد راس حربه بدل ما تلعب ب2 راسين حربه، بتلعب براس حربه واحد، وبتضع لاعب اصلا نص ملعب وبتكلفه بواجبات هجوميه. ده اللي بنقول عليه نص مهاجم، لانه هو بيلعب نص وسط، بيلعب نص مهاجم، وبالتالي فهو بيلعب بمهاجم ونص، مش محتاج 3 مدافعين، محتاج 2 مدافعين يبقوا موجودين. فالمركز بتاع احمد خيري ده مناسب جدا للتشكيل اللي بيلعب بيه انبي. في حراسه المرمى محمد ابو جبل، بيلعب 4 في خط الظهر، شريف رجب ومحمد ناصف لاعب ناشئ جديد في خط الظهر، 2 قلوب دفاع خبره، عبد الظاهر السقا بيعود من رحله احتراف طويله، خبره زياده على اللزوم. عمرو عبد الظاهر السقا وعمرو فهيم خبره زياده على اللزوم يعني، لكن يعني راس كفاءه كبيره جدا، توقع سليم جدا، ضربات راس ممتازه، صنع لعب جيد، انطلاقات لعمرو فهيم، ولكن الاثنين بيعيبهم شيء مهم جدا، انه رتم الاداء عندهم بطيء، وبالتالي من الممكن 2 صراع من الممكن أن يستغل اسماعيلي هذا العمق وهذا الرتم البطيء خلف عبد الظاهر وعمرو فهيم لانطلاقات جودوين واحمد علي
في الكرات الطويله اللي بيلجأها للاسماعيلي احيانا او بقت موضه عند الاسماعيلي في الفتره الاخيره. نص الملعب نادر العشر عمرو حلواني 2، وبعدين امامهم 2 محمد شعبان. وسط مهاجم شويه محمد شعبان بيعود بعد انتقاله من نادي بتروجيت، وهو من اللاعبين اللي لهم كفاءات عاليه جدا، قدرات جسمانيه ممتازه وقدرات مهاريه وسرعه ورؤيه واسعه وتصويب وصنع لعب، يعني لاعب متعدد المواهب. محمد ابو العلا صانع العاب جيد، يجيد الانطلاقات من الجهه اليسرى، قائد جيد في الملعب، خبراته كبيره، يتميز بالضربات الثابته. وفي الامام احمد عبد الظاهر لاعب مشاغب بيتحرك بصفه مستمره ليعمل خلخله دفاعيه، وده اللي ممكن يعطي افضليه لوليد ان هو يبقى حر بعض الشيء في استغلال هذا الشغب بالنسبه لاحمد عبد الظاهر وصنع اللعب وانطلاقات محمد شعبان ومحمد ابو العلا. كابتن علي، يعني يظهر لي من تشكيل انبي ان خط الوسط يفتقد التجانس، بمعنى ان الاسماء دي لاول مره بتلعب مع بعضها. بالظبط. تاثير ده فنيا ايه على فرقه؟ يعني انا في مواجهه فرقه كبيره. انا بس هم كلاعيبه كافراد لعيبه كويسه. انا بتكلم على الجماعيه بتاعتهم. يعني محمد شعبان نادر العشري، عمرو الحلواني، محمد ابو العلا، لعيب كويس جدا. ابو العلا لعيب كويس جدا وعنده خبره كويسه جدا. اللعيبه عندها خبره وعندها يقدروا يتاقلموا. ممكن جدا يتاقلموا، لان انت بتتكلم على لعيبه عندها خبرات ولعبت ماتشات على مستوى. محمد شعبان انضم للمنتخب بعد فترات وكان فورمه عاليه جدا، ولعيب فعلا من اللعيبه اللي عندها قدره على الاداء البدني العالي جدا وفي نفس الوقت الاداء المهاري. نفس الشيء ابو العلا. يعني انا شايف قوه انبي النهارده في وسط الملعب، بالعكس انا شايفها قوه، لكن مدى ان هم يساندوا في الناحيه الهجوميه وعندهم قدرات ان هم يساندوا في الناحيه، هي دي الفيصل بين الاسماعيلي وبين انبي. الاسماعيلي عنده سرعه في المسانده، عنده سرعه في ان حمص بينقل الكوره من نص الملعب بسرعه لخط الهجوم او الثلث الهجومي. هنا الفرق بقى بين الاسماعيلي وبين انبي وقدرات اللعيبه اللي تقدر على سرعه المسانده. الماتش ده بيبقى محتاج سرعه مسانده في الناحيه الهجوميه او في الناحيه الدفاعيه. انا شايف المعركه النهارده يا كابتن طاهر في وسط الملعب بين لعيبه الاسماعيلي وبين لعيبه انبي، لانه الخطوره كلها موجوده في اللعيبه اللي في وسط الملعب. تمام. كابتن محسن، من خلال تشكيله الفرقتين ايهما اقرب فنيا على الورق نظريا؟ يعني اتوقع الوجه الهجومي هيكون اكتر بالنسبه للنادي الاسماعيلي، الاداء الدفاعي هيكون اكتر بالنسبه للنادي الانبي، ولكن الفرقتين بيطمعوا في حصد ال3 نقاط حتى يواكبوا المقدمه، لانه دايما احنا بنقول الاسماعيلي وانبي من الفرق اللي هي بتصارع من اجل المنافسه على بطوله الدوري. امامهم منافسين تانيين، احنا ما اتكلمناش على الجونه والمصري. المصري مصنف انه منافس السنه دي وان خسر من الجونه، وانا بعتبرها خساره منطقيا رغم انه في هدف ليه يعني مشكوك في الغائه وسجله في الوقت القاتل من المباراه هدف تعادل. وده اللي خلى المصري يطلب حكام اجانب. لكن فريق بيلعب 10 لاعبين من دقيقه 9 من بدايه المباراه حتى النهايه ويصمد بهذا الشكل، يبقى فريق يعني قادر على تصحيح المسار. بالنسبه كمان للمنافسه هتكون في الزمالك وبتروجيت من الفرق اللي مصنفه منافسه على بطوله الدوري. الزمالك اقتنص 3 نقاط غاليه جدا وبيدعم مسيرته وتقدمه شيئا فشيئا. بتروجيت يتعرض للخساره الثانيه ولكن خساره بشرف في هذه المباراه. اذا نحن امام مباراه قمه كابتن علي، مش عايزه كلام. فرقتين كسبانين نجوم كبيره بيتطلعوا الى مكسب يدفع بهم الى المقام. كلهم عايزين، يعني الفرقتين عايزين 3 نقاط. تمام. وفيهم الحقيقه مجموعه نجوم على مستوى عالي. تمام. عموما كل التوفيق للفرقتين وايضا لحكم المباراه طارق سامي، وجه جديد 33 سنه بنتمنى له التوفيق. الاسماعيلي وانبي في سهره كرويه من اجل 3 نقاط الى المتعه في استاد الاسماعيليه وملعب المباراه والعوده بين شوطي اللقاء.